ناس كتير بتتكلم على الأهداف الجديدة بتاعت السنة 2025، وإن احنا نحط أهداف جديدة في أول السنة وناس كتير عاملة فيديوهات على اللي هو ازاي تقسمها وكل الكلام ده على 3 شهور عشان تعرف تحقق، وكل الكلام ده حلو قوي. بس احنا نسينا حاجة واحدة بس احنا محتاجين نسألها لنفسنا: أخبار ايه 2024؟ يعني ايه الحاجات اللي حققناها؟ ايه الحاجات اللي اتغيرت جوانا؟ ايه الحاجات اللي احنا كنا حاطينها اصلا وما التزمناش بيها؟ يعني احنا هنحط على 2025 ازاي واحنا ما رجعناش؟ يعني احنا ما قفلناش بس السنة بتاعت 2024. انت محتاج بس تراجع بس على السنة كان ايه اخبارها، ايه القرارات الجديدة اللي انت داخل بيها 2025. محتاج تعرف ايه الحاجات اللي انت عايزها تتغير، هي ستيل جواك وما اتغيرتش في 2024 وعايزها تتغير. محتاج بس نعمل مراجعة. يعني اي حد عايز يحط اهداف جديدة دي حاجة حلوة جدا، وفعلا فيجن بورد انا من الناس اللي عملتها، وفعلا في حاجات كتير لله الحمد اتحققت. بس قبل ما تعمل كل ده، قبل ما تحط بس ل2025، نراجع بس على 24 ايه اخبارها. يعني ايه اخبارها؟ وزي ما قلت يعني محتاج بس تعمل مراجعة للسنة، ومحتاج تعرف ايه الحاجات اللي هي عايز تدخل بيها السنة الجديدة. وعايزاك برضو تسأل نفسك: الاهداف اللي انت بتحطها دي بتاعتك ولا بتاعت ناس تانية وانت عايز تحققها؟ لان ناس كتير بتحط اهداف ممكن تبقى بتاعت ناس تانية، مش بتاعتها، مش هي اللي عايزة تحققها. فقبل بس زي ما قلت، قبل بس ما تحط اهداف جديدة، اسأل نفسك اللي انا قلته لك ده، بحيث ان انت بس تبقى داخل 2025 وانت عارف انت عايز ايه فعلا. بس كده.